العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل، أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. تنظيم كرنفال بأسمر على شرف تأسيس الاتحاد الوطني للمرأة. دعوة لحماية التربة وحفظ المياه في سرجقة. شهادة بتفاني الكادر الصحي في جنوب دنكاليا. الفيضانات تحصد أرواح العشرات في عاصمة الكونغو. كوريا الجنوبية تعزز علاقاتها مع دول رابطة الآسيان. وحريق سريع الانتشار يهدد المنازل بكاليفورنيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. نظم اليوم 27 من نوفمبر كرنفال في شوارع أسمر الرئيسية بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، عكس نضال المرأة الإريترية للاستغلال والدفاع عن السيادة وإعمار البلاد. ودشنت المهرجان المنظم تحت شعار التهنئة للمرأة الإريترية التي زادت شعلة الاستغلال ومعجزة المساواة توهجا دشنته وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبراب وحاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء في ساحة شدة بانطلاق الكرنفال صوب ساحة الفاتح من سبتمبر. وبين محتوى الكرنفال مهنية ومساهمة المرأة في الوزارات وقوات الدفاع والأمن والشركات والإدارات. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي في الحفل الذي أقيم في ساحة الفاتح من سبتمبر أن مسيرة 40 عاما للاتحاد الوطني للمرأة تبرز أكثر قوة التأطير والتنظيم، مشيرة إلى الاتحاد خلق القوى والدافع لتوعية وتنظيم المرأة في الداخل والخارج ومشاركة عضواته في كافة البرامج التنموية والنضال من أجل حقوقها ومساواتها تنفيذا لترجمة الثقة التي وضعت عليها لتحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها. وأوضحت أن الاحتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة ليست لإحياء ذكرى سنوية بل للتقييم أيضا، ويجب على المرأة الاستفادة الفعلية من حق المساواة الموضوع في القوانين والسياسات واكتساب العلم والمعرفة. وتوهج الكرنفال بالفعاليات الثقافية والفنية التي نظمت في ساحة الفاتح من سبتمبر. دعا حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء ووزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبر السلاسي لدى تفقدهما في 27 من يوليو الحواجز المائية المشيدة في مديرية سرجقة، دعا السكان للدفع بقوة بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وزار اللواء رمضان عثمان أولياء والوزير تسفاي قبر السلاسي الضواحي دفي وعدكلهم ودقيد راس وقرمي ومغركا وعازين وكازين وأهابا لدى لقائهما مدراء الضواحي لصيانة ورعاية الحواجز المشيدة مسبقا وبناء تلك الجديدة. وأكد المدراء الجاهزية للعمل مشيدين دعم الحكومة لبناء الحواجز المائية. وقال مدير قسم البنية التحتية الزراعية في الإقليم الأوسط المهندس أبراهام دانييل أن عملية بناء الحواجز المائية في المديرية بدأت شهر أكتوبر 2018 وأنجزت حتى الآن في 11 قرية. وأشار إلى بناء 69 حاجزا بصرف إدارة الإقليم الأوسط مبلغ حوالي 2 نقفة إلى جانب مساهمة السكان بطاقات العمل. أشاد المواطنون بجهود الكادر الصحي واهتمامهم لإنجاح حملة التطعيم ضد مرض السحائي وتقديم فيتامين أ الجارية في إقليم جنوب البحر الأحمر من 15 حتى 30 من نوفمبر. وأوضح المواطنون في مديرية جنوب دنكاليا لوكالة الأنباء الإريترية عن انخفاض الوفيات جراء الأمراض المعدية لارتقاء الوعي مع إرساء وتوسيع انتشار المؤسسات الصحية. وأن المشاركة القوية في الحملة الجارية للتطعيم ضد السحائي وفيتامين أ نتاج التوعية المكثفة للمهنيين الصحيين. وأشار السكان إلى أن ذهاب الكادر الصحي للقرى البعيدة التي ليس لها خط مواصلات مشيا على الأقدام لتقديم خدمات التطعيم يعكس تفانيهم. وناشد المواطنين القرى للتجمع سريعا للحصول على الخدمات والفرص. وأوضح مسؤول المؤسسات الصحية في مديريتي عاصب وجنوب دنكاليا السيد محمد عثمان للقيام بأنشطة توعوية مكثفة في جميع القرى لتنفيذ فاعل لحملة التطعيم، وأن جهود الكادر الصحي واجب مهني ووطني.
نظم قسم الثقافة والرياضة في إقليم شمال البحر الأحمر سيمينارا ل 150 من أعضاء وزارة الثروة البحرية ومركز خدمات الغطس والملاحة البحرية والقوات البحرية حول الإدارة والموارد والتراث. وأوضحت المدير العام للقسم السيدة زينب عمر عن وجود مواد تراثية في البر وأعماق البحر، لكن عدم منحها الاهتمام جعل الكثير منها يتعرض للتلف، ويتطلب تضافر الجهود لإنقاذ المتبقية وحفظها للأجيال. وقدم أعضاء المتحف الإقليمي توضيحا بشأن الموارد الأثرية في الجزر والشواطئ والبحر، وبدأوا بالتعاون مع المواطنين والحكومة للقيام بمبادرات للحفاظ على آثار الجزر والشواطئ وأعماق البحار. وأوصى السيمينار للقيام بالمراقبة أثناء مواسم الصيد وتقوية التنسيق مع وزارة الثروة البحرية. وقال وزير الثروة البحرية السيد تولد غلاتي في ختام السيمينار الذي عقد في 25 من نوفمبر الحالي أن بدأ اتخاذ مبادرات لاستكشاف وحفظ الآثار في الجزر والشواطئ وأعماق البحر عمل يشاد به، ويجب العمل المنسق لنتائج أفضل. قيمت مكاتب التعليم في مديريتي مندفرة ودق محر برنامج تعليم الكبار للعام الدراسي 2018-2019. وأوضح مسؤول برنامج تعليم الكبار في الإقليم الجنوبي الأستاذ بلاي نور حسين عن تنفيذ مهام أفضل من العام الفائت في برنامج تعليم الكبار. وأشار مسؤول البرنامج في مديرية مندفر الأستاذ إفريم أسفهاي إلى تنفيذ برنامج تعليم الكبار في 13 نقطة تعليمية شارك فيها 353 طالبا أكمل منهم 319 دراسة. وذكر مسؤول تعليم الكبار في مديرية دقة محمد الأستاذ إبراهيم يعقوب في التقييم الذي جرى مواصلة 80% من المسجلين في البرنامج الدراسي والانتقال إلى الصف التالي. وأهب مدير المديريتين للدفع بالإنجازات التي تحققت واستطلاع الضواحي لإشراك من لم يمحوا أمنيتهم في البرنامج. أعلن الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم القاش بركة في الاجتماع الذي عقده في بارنتو عن تحقيق نتائج مرضية من جهود تحسين حياة المرأة الاجتماعية والاقتصادية. وقيم الاجتماع بأن الجهود التي قام بها الاتحاد نزولا إلى الضواحي لتوعية وتأطير المرأة وضمان مشاركتها المتساوية في التنمية والاستفادة من موارد البلاد يمهد لعمل أكبر. وذكرت مسؤولة الإدارة والمالية في الفرع السيدة ثلاث يوناس عن عقد السيمينارات التوعوية في 12 مديرية داعية لرد القروض المقدمة لمساعدة المرأة. من جانبها أوضحت مسؤولة الفرع السيدة إحدقة يوهنس عن بدء عملية تقوية التنظيم في المديريات ودعت للدفع بمحاربة العادات الضارة. يقوم سكان مديرية أدوبحة بصيانة طريق أدوبحة نؤش إلى بابه قدحة نقفة عريرب حشكبة التي جرفتها السيول، إضافة إلى طريق قرارة أدوبحة الممهد بالنفير الشعبي. وأوضح المشاركون في النفير بأن العمل يهدف للتخفيف من مشكلة المواصلات التي أثرت على أنشطتهم التجارية والزراعية والاجتماعية، وطالبوا لإجراء الصيانة الأساسية لطريق نقفة أدوبحة نتيجة الخراب الكبير الذي تعرض إليه. وقال مدير مديرية أدوبحة السيد محمد عمر درار أن أغلب العمل قد أنجز بالمبادرة التي قام بها السكان. سيداتي سادتي، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. قالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الفيضانات تسببت في مقتل 39 شخصا على الأقل في العاصمة كينشاسا بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل. وأضافت أن الأمطار تسببت في حدوث انهيارات أرضية قرب جامعة كينشاسا. وقال شاهد من رويترز أن 3 منازل على الأقل سقطت في واد وأن طريقا حديث الإنشاء انهار. والفيضانات ظاهرة المعتادة في كينشاسا التي يقطنها 12 مليون نسمة وبنيتها التحتية مهترئة وبها أحياء عشوائية كثيرة، لكن نادرا ما أدت الفيضانات إلى مقتل مثل هذا العدد الكبير. قال الرئيس الكوري الجنوبي مو جين إن أن قارة آسيا هي مستقبل العالم أجمع، مشيرا إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرقي آسيا الآسيان.
وأضاف خلال افتتاح الدورة الخاصة بين بلاده ورابطة الآسيان في مدينة بوسان الكورية أن العلاقات بين كوريا الجنوبية وآسيان ستتجاوز علاقة الصداقة وسيحقق الجانبان نمو. وبشأن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، قال الرئيس الكوري الجنوبي أن السلام في شبه الجزيرة الكورية هو بمثابة السلام في شرق آسيا، في حال التغلب على الأزمات القادمة من مثل القمة الثالثة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فستصبح منطقة شرق آسيا مجتمعا واحدا حقيقيا. قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن حريقا أتى على الأخضر واليابس في التلال المطلة على المدينة، مما اضطر السكان لمغادرة منازلهم. وأعلنت مقاطعة سانتا بربرا حالة طوارئ بعد نشوب حريق في غابة لوس بارديس الوطنية. وذكرت المقاطعة في بيان لها أن النيران انتشرت بسرعة وغطت حوالي 3000 فدان ولم يتم احتوائها حتى الآن. وأشارت المقاطعة إلى أن الحريق الذي أطلق عليه اسم حريق الكهف يتقدم صوب مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة في مدينتي سانتا بربرا وجوليتا. وقالت السلطات أن رجال الأطفاء في مناطق مجاورة يهرعون إلى المدينة لمساعدة الأجهزة المحلية في السيطرة على الحريق. والخبر الأخير يأتيكم من الهند، حيث استأصل أطباء في الهند كلية مريض تزن 7.4 كيلوغرام، أي ما يعادل وزن طفلين حديثي الولادة. ويتراوح وزن الكلية عادة بين 120 و 150 جراما. ويسود اعتقاد بأن هذه الكلية أكبر كلية يتم استخراجها من جسم مريض في الهند. وكان المريض يعاني من داء الكلى المتعدد الكيسات، وهو مرض وراثي يتسبب بنمو وتضخم كيسات داخل الكلى. وأكد الطبيب شارك في عملية الاستئصال أن تضخم الكلى أمر شائع لدى المرضى المصابين بهذا الداء. وأشار الطبيب إلى أن الكلية الأكثر ثقلا في العالم بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية تزن 4.5 كيلوغرام، بالرغم من أن دوريات علم أمراض المسالك البولية وثقت وجود كلى أكثر ثقلا من ذلك. ويعتبر داء الكلى المتعدد الكيسات حالة وراثية شائعة تسبب مشكلات صحية لدى المرضى ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما بحسب موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة. شفانا الله وإياكم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ودمتم في أمان الله.